السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، حلقة جديدة. حازم إمام طلع في برنامج على الراديو وكان بيتكلم على صفقات المغرب أو الصفقات المغربية اللي جاية للدوري المصري. قبل ما نتكلم عليهم أو قبل ما نتكلم ونسمعكم هو قال إيه بالظبط، وبالمناسبة هو قال كلام جميل، والكلام ده أنا بقوله من قبل كده بقالي فترة طويلة للناس اللي متابعانا. تعمل لنا لايك، بارتاج، دير لنا ابونيه لو انت لسه ما زال ما ديرت لنا ابونيه علشان تتابعنا وتشوف الفيديوهات. اللاعب المغربي يا جماعه بيدخل وبيتاقلم بشكل كبير وبشكل سريع جدا في الدوري المصري، وده لسبب ان الثقافه بين البلدين قريبه جدا، رغم ان البلدين جغرافيا بعاد عن بعض لكن هم في ثقافتهم قريبين. دي حاجه. الحاجه الثانيه، رغم اعتراض كتير من المغاربه، بشوف صراحه كومنتات كتير بيعترضوا على احتراف اللعيبه المغاربه في الدوري المصري بسبب الموقف اللي حصل مع محمد الشيبي، لكن لازم تعرف ان كجماهير كله بيساند محمد الشيبي وكله عارف ان اللي حصل ده غلط، حتى لو في تواطؤ من اتحاد الكوره مع لاعب ضد اللاعب محمد الشيبي، فهو مش امر ان احنا عايزينه او مش امر مرغوب فيه او احنا فرحانين بيه. بالعكس، احنا ضد النقطه اللي حصلت دي وضد ان يكون في اهانه لمحمد الشيبي او اي لاعب مغربي او اي لاعب اجنبي في الدوري المصري. تعالوا نشوف حازم امام قال ايه، وكمان نسمع قد ايه هو اتكلم على اللاعب المغربي بطريقه ايجابيه وبصوره كويسه جدا. الزمالك كمان بقى ابتدت امبارح، يعني كان في كده حاله مش سخط بس، يعني الناس لان متضايقة طبعا فين الناس هنجيب اتحاد مين. مجلس الزمالك اتاخر في حسم الصفقات، ففي حاله سخط لكن فعلا. اعتذر النهارده انه يجي، ما قالش الاسباب بس قال عنده ظروف عائليه. لكن كريم البرقاوي الناس يعني متفائل على فكره. اللعيبه المغاربه محبوبين في مصر، ان اللعيب المغربي لعيب كبير ولعيب عنده النهى وعنده الموهبه وعنده الفكر ولعيبه اذكياء. خلينا نقف عند لعيبه اذكياء. اللاعب المغربي، يعني اي لاعب مغربي جه مصر ساب بصمه وبصمه كبيره جدا مع النادي اللي هو بيلعب له. لو هنعد من اول وليد ازارو في الاهلي، وبدر بنون برضه في الاهلي، رضا سليم مؤخرا في الاهلي، تعال ناحيه الزمالك اشرف بن شرقي ومحمد اوناج في الوقت اللي كانوا موجودين فيه خدوا دوري وخدوا كاس وخدوا سوبر افريقي، قدموا مستويات جامده جدا. لو سالت اي حد في الشارع تقول له تتعاقد مع سين ولا ترجع اشرف بن شرقي، يقول لك هات لي يا عم اشرف بن شرقي. لدرجه ان احنا كنا بنقول عليه بن قلبي مش بن شرقي. دي حاجه. يعني حميد احداد اللي في وقت كبير جدا مستوياته ما كانتش بشكل ايجابي او مستواه ما كانش مقنع للجماهير، لكن حميد احداد كان سبب رئيسي ورئيسي جدا في ان هو يتاهل نادي الزمالك من دور المجموعات عشان يوصل للادوار الاقصائيه عشان ياخد الكونفدراليه اللي هو اخدها. حتى خالد بوطيب كان برضه صاحب اول ركله جزاء زمالك ونهضه بركان في الفاينل، واللي قدرت ان هي تفسح الطريق للزمالك ان هو يتوج باللقب. فاللاعيبه المغاربه عندهم هيستوري كبير جدا في الدوري المصري. ولو رحنا مثلا لبيراميدز هنلاقي وليد الكارتي ومحمد الشيبي. محمد الشيبي اللي بيلعب حاليا في مركزه ده مفيش لاعب مصري بيقدم مستوى زيه. لما جابوا افضل ظهير في الدوري المصري اختاروا محمد الشيبي، ما قالوش افضل ظهير محترف عشان في لاعب مصري برضه بيقدم مستويات مميزه. نهائيا قال لك افضل ظهير في الدوري المصري ظهير ايمن هو محمد الشيبي. الزمالك مؤخرا كان بيتكلم على 2 لعيبه، البركاوي كريم ومحمود بن طايب. محمود ده خلاص انتقل للزمالك رسمي، ولكن الناحيه الثانيه كريم اعتذر عن الانضمام للزمالك لاسباب خاصه وارتبط اسمه بالوداد. هل يا ترى هنشوفه في الوداد ولا لا؟ ده الايام هتبين لنا. نكمل. بتعرف بتفهمنا بسرعه وبتتاقلم على حياتنا بسرعه جدا، فدايما الجمهور المصري يعني بيبقى متفائل باللعيب المغربي بيجي مصر. وكل معظم اللعيبه اللي المغاربه اللي جم مصر نجحوا بصراحه بشكل كبير. طبعا الزمالك بالنسبه اشرف بن شرقي اكيد ده اللي انا لسه بتكلم هو فيه، الاكثر يعني والاحسن ودايما محبوب عند الجماهير، وبالتالي كل ناس مش انا قلت لك هات اي واحد في الشارع اساله يا باشا تجيب اللاعب فلان، يعني لاعب بالنسبه له مجهول ولا اشرف بن شرقي، يقول لك ده اشرف بن قلبي مش بن شرقي. اتمنى ان يكون كده، ان يكون زيه. شفنا لعيبه مغاربه كتير. الشيبي في بيراميدز طبعا لعيب كويس جدا جدا جدا. الكارتي لعيب هايل. فدايما اللعيب المغربي
مقرب من قلوب الجماهير المصريه يعني. الزمالك زي ما قلت لكم اللعيب المغربي اول ما بيجي مصر بيتأقلم سريعا. ليه؟ لان يعني الثقافة في مصر وفي المغرب قريبة. التواجد بالروح وان هم يساندوا بعض على السوشيال ميديا موجودة. الشعب المصري عنده مع الشعب المغربي، والشعب المغربي نفس النظام عنده مع الشعب المصري. ففي تقارب كبير جدا بين وجهات النظر، في تقارب كبير جدا في الثقافة. اللاعب المغربي لما بيجي مصر بيبقى عارف كلمات، وعارف هم يقصدوا ايه بالكلمة دي، وعارف هم يقصدوا ايه بالكلمة دي، لان هو كده كده يسمع وعارف. وفي مسلسلات وفي افلام. اللي انا بالمناسبة اما رحت المغرب اتفاجئت باكتشاف الثقافة المصرية في قلب كل مغربي، بحلوها وبمرها، يعني الحلو منها والوحش. ناس هناك عارفة عادل إمام وعارفة المسرحيات وعارفة المسلسلات، يمكن هم بيقولوا لي على حاجات أنا نفسي ما أعرفهاش. فالشعب المغربي مثقف، الشعب المغربي عنده اطلاع على ثقافات البلاد المجاورة، ويقدر ان هو يتأقلم. وده يثبت كلامي لما بقول ان هم بيطوفوا حول العالم، بيروحوا اي بلد بيعرفوا يتأقلموا فيها، وبيعرفوا ان هم يعيشوا حياتهم. مش زي مثلا لما حد من عندنا هنا يسافر اوروبا فما يعرفش يتأقلم مع الجو. في لعيبه كتير جدا، عبد الستار صبري اخرهم يعني او اشهرهم. عبد الستار صبري بيقول لك انا احترفت ورجعت من الاحتراف لاني مش عارف اعيش، يعني انا مش عارف اعيش. الموهبه بتاعته فذه، الموهبه بتاعته مفيش حد يختلف عليها في مصر. اكتب بس كده على اليوتيوب مهارات عبد الستار صبري وشوفوا ما بينك وما بين نفسك، هتقول ازاي موهبه بحجم عبد الستار صبري ما احترفتش. لكن هو ما عرفش يتاقلم وما عرفش يعيش بره بلده. شيكابالا اللي ما عرفش برضه يتاقلم لما راح سبورتنج، وسريعا سريعا لما رجع. فعايز اقول لك ان اللاعب المغربي بيقدر ان هو يروح اي نادي واي دوري على مستوى العالم، يعرف يتاقلم بسرعه. وطبعا لو انت ما شفتش الحلقه بتاعه الدوريات او المحترفين خارج المغرب شوفها، هتلاقي في لعيبه بص محترفين في كل بلاد الله، اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش، اللي تسمع عنها ولا ما تسمعهاش. مقدونيا ومولدوفا ولوكسمبورج شويه يعني شويه بلاد كده انت ما تسمعش عنهم فعلا. وهتلاقي فعلا لعيبه مغاربه محترفين، ده بسبب ان هم منفتحين على الثقافات كلها وبيعرفوا يتاقلموا، ودي ميزه كبيره جدا عندهم. تحياتي ليكم تحت في الكومنتات لو في اي طلب او اي استفسار. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.